السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة مع بعض. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتقضى بها الحوائج، اللهم امين يا رب العالمين. لأول مرة يا بنات هعمل معاكم النهاردة تزيين تورتاية، ان شاء الله بإذن الله الفيديو يعجبكم. بصوا انا حبيت كده ان تكون التورتاية بصوا ابسط من البساطة علشان يعني تكون سهلة على اي حد مبتدئ وعلى اي حد حابب ان هو يجرب وقلقان وكده. طبعا دي مقاس 18. هي التورتايه العاليه مقاس 18 بتكفي 6 او 7 افراد، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. هتشوفوا معايا دلوقتي تفاصيل الفيديو ان شاء الله باذن الله تعجبكم جدا. طبعا ضربت بالعجان 350 جرام من الاسبونج وعليهم معلقه خل ومعلقه صغيره من المحسن الجل، عليها 3 بيضات كبار. لو بيض صغير حطي 4 بيضات. طبعا خبزتها على درجة حرارة 180، قعدت في الفرن حوالي نص ساعة وبعدين سبتها طبعا تبرد. عادة انا بخبز الكيك قبلها بليلة، بيبقى افضل واحسن بكتير جدا يا بنات، يعني دي من اهم اسباب نجاح التورته معاكي. زي ما شفتوا ما شاء الله طلعت معايا 5 طبقات. انا احتجت 4 طبقات بس، وبعدين شلت طبقة من الخمس طبقات دول. ممكن طبعا احتاجها اعمل بيها مثلا طاجن، او مثلا ازود بيها مثلا في مرة وانا بعمل تورتايه وهكذا. المهم الحاجة ما بتخسرش. اول حاجة كده جبت بورد. البورد ده مقاس 25، حطيت عليه معلقة كده من الكريمة علشان اثبت عليها اول طبقة، وبعدين حطيت الطبقة وحطيت عليها من خليط التسقية اللي بكون عاملاه، وحطيت عليها طبقة كريمة، وبعدين حطيت عليها كمية كويسة كده من مربى الحليب. انا بحب ان انا اطعم التورتايه بتاعتي من جوه. التورتايه يا جماعة لازم تكون يعني متطعمه كويس جدا، مش كيك وكريمه. يعني الكيك والكريمه اسهل ما يكون، انما الحاجات دي بتطعم جدا. طبعا بكون يعني حاطه الحشو على حسب طلب العميل نفسه. المكسرات سعرها بيختلف عن الجليوهات، عن مربى الحليب، عن النوتيلا وهكذا. المهم زي ما شفتوا كده بقيت اظبط الطبقات بالشكل ده. الاحمر ده جيليو فراولة، عايزه اقول لكم ان طعمه بيكون في منتهى الجمال. حطيت منه على الكيك نفسه، وحطيت طبقة الكريمة، وحطيت على الكريمة كمان جيليو فراولة. عايزه اقول لكم ان الكيك بيتشرب منها كده وبتبقى صراحة طعمها حلو جدا. كمان حطيت الطبقة الثالثة، وبعدين طبقة الكريمة، وبعدين الطبقة بتاعة مربى الحليب. وبعدين طبعا خليط التسقية ده مهم جدا، بيخلي الكيك بتاعك رطب كده وجميل ما شاء الله ولا قوة الا بالله. هنا كنت هغلف الكيك بالكريمه بقى، وهبدا ان انا اظبط خلاص. حابه ان انتي تدخلي الكيك في الفريزر وهو حشو طبقات بس، حطيه وبعدين طلعي جلسي. حابه ان انتي تجلسي مره واحده، جلسي براحتك خالص، بس لازم تكون ايدك واخده على الشغل، لان الجو حر جدا والشغل في الحر صعب جدا يا بنات. فلو انتي مبتدئه لسه، لا دخلي الكيك وهو حشو طبقات كريمة قبل ما تغلفيه من بره في الفريزر ربع ساعة وطلعي كملي. فهنا انا كنت غلفت الكيك بالكريمة، وهبدأ ان انا اجيب كده السكرابر واجلس بقى الكيك كويس من بره. حبيت ان انا ابطأ معاكم السرعه بتاع الفيديو علشان تاخدوا بالكم كويس جدا من التجليس وازاي بجلس وكده. انا كنت قصدا ان انا اعمل كده خطوط بالجيليو. شكلها جديد ومختلف، وكمان شكلها جمالي جدا جدا ما شاء الله ولا قوة الا بالله. هتشوفوا معايا شكل التورتايه في الاخر عامل ازاي. شكلها حلو جدا، وعلى فكرة ده ذوقي يعني مش ذوق العميل ولا حاجة.
المهم حبايب قلبي جلستها ما شاء الله ولا قوه الا بالله زي ما انتم شايفين كده. بصوا تجليس بدون ديفوهات. جبت طبعا منديل علشان انضف البورد كويس جدا، ودي يعني خطوه مهمه جدا جدا. لازم البورد تنضفيه كويس علشان شكل التورتايه في الاخر يبقى منسق كده وشكله جميل. وطبعا زي ما بنقول كده في المثل بتاعنا، العين بتاكل قبل البق. لازم يكون الحاجة شكلها حلو جدا، والحاجة تكون معمولة بحب وبنظافة كده علشان الحاجة تكون جميلة ما شاء الله ولا قوة الا بالله. كده نظفت البورد. عايزة اقول لكم يعني كنت دخلتها بقى الفريزر حوالي ربع ساعة مش اكتر من كده. وكنت جبت بقى لون احمر جل، حطيت على معلقتين كريمة كده. وكنت قاصده ان انا احط في القمع بتاعي معلقتين من الكريمة البيضاء ومعلقتين من الكريمة البينك، علشان انا كنت عايزة نص الوردة يطلع ابيض والنص التاني يطلع بينك. انا قاصده كده. طبعا شكلها زي ما انتم ما شايفين في منتهى الجمال. جبت بقى القمع اللي هو بتاع ورقة الشجر، انا وريته لكم دلوقتي. وبعدين جبت برضو معلقتين كريمة وحطيت عليهم لون اخضر جل، وبدأت ان انا اعمل ورق الشجر علشان الوردة بقى تكون يعني كاملة كده ويكون شكلها برضو حلو جدا. بدأت طبعا اعمل من بره ومن جوه. زي ما انتم ما شايفين السحبة بتاعة ورقة الشجر لازم تكون سريعة كده، يعني تحطي القمع تحت الوردة كده وتبدأي ان انت تسحبي كله مرة واحدة. هنا كنت بلففها بشوف لو ناقص مثلا ورقة شجر ولا حاجة اعملها علشان يكون شكل فرع الورد كده وهو على التورتاية شكله منسق كده وجميل. ضروري جدا ان انتوا تدخلوا التورتايه في الفريزر قبل بقى مرحله الفينش الاخير اللي هو بيكون فوق التورتايه. زي ما بقولك لو انت لسه مبتدئه او عايزه تجربي لازم تريحي كل يعني تعملي خطوه في التورتايه وتدخليها الفريزر وهكذا لحد ما تفنشيها خالص. كان باقي معايا بقى شويه من الكريمه كده حوالي معلقه. فقلت بدل ما تترمي هبدا ان انا اعمل يعني نقط كده على التورتايه من تحت. في الداير بتاع التورتايه من تحت شكلها فلات كده، وفي نفس الوقت بتدي شكل جمالي جدا للتورتايه زي ما انتم ما شايفين. انا كنت سايبه يعني جزء كده من البورد علشان كنت هكتب عليه، بس قلت هكتب عليه بعد ما اخلص معاكم تصوير. زي ما انتم ما شايفين شكل التورتايه ما شاء الله ولا قوه الا بالله، رقيقه وجميله جدا جدا جدا. طبعا دي ابسط تورتايه ممكن ان انت تعمليها. طبعا لو عجبكم الفيديو هعمل معاكم افكار كتير بعد كده تخص التراث. بس كده حبايب قلبي، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامه.